عليكم شباب تالتة. نرجع نبدأ حل كتاب الامتحان على درس الأحماض. نكمل، كنا واقفين عند السؤال 62. بيقول كل مما يلي يعبر عن الحمض المقابل عدا. لما نبص يا شباب على الحمض ما تحاولش تجزأ المجموعات الوظيفية اللي فيه، يعني أنا عايزك كده تبص نظرة كاملة على المجموعة الوظيفية، ما تجزأهاش، ما تقولش دي هيدروكسيل وتبقى كحول، لا دي مجموعة كربوكسيل ودي مجموعة كربوكسيل وفي رابطة ثنائية هنا. طيب بيقول كل مما يلي يعبر عن الحمض ده ما عدا ألف يزيل لون ماء البروم. طبعا هو يزيل عشان خاطر ايه؟ الرابطة الثنائية اللي موجودة. كتلته المولية 116. ازاي بحسب الكتلة المولية؟ المفروض ان انا بجمع السيهات والاتشات، اجيب الصيغة الجزيئية الاول. 1 2 3 4 يبقى معايا سي 4. الاتشات 1 2 3 4 يبقى معايا اتش 4. الاكسجين 1 2 3 4 يبقى معايا او 4. وبستخدم بقى يا شباب الارقام دي عشان احسب الكتلة. تبقى 4 في 12 زائد 4 في 1 زائد 4 في 16 هيديني 116. يبقى دي برضو مش هتنفع. يتفاعل مع كربونات الصوديوم، طالما في مجموعة كربوكسيل حامضية يبقى يتفاعل، عشان كده مش هتنفع. يتفاعل 1 مول منه مع مول فقط من الإيثانول. طبعا دي بقى مش غلط، يعني لأنه المفروض في مجموعتين كربوكسيل يعني ثنائي القاعدية، فبالتالي يحتاج 2 مول من الإيثانول مش واحد. يبقى ناخد الإجابة رقم د هنا الإجابة الإيه؟ الصحيحة. السؤال اللي بعد كده السؤال 63. بيقول أي مما يلي يعبر عن حمض الإيثانويك وحمض الهيدروكلوريك لهما نفس التركيز. الإيثانويك رمزه CH3COOH وده حمض عضوي، والهيدروكلوريك رمزه HCl وده حمض ايه؟ معدني. يبقى هو بيسألني على حمض عضوي وحمض معدني. طيب الاتنين لهم نفس التركيز، يبقى اللي هيتحكم في التغيرات اللي ما بينهم نوع الحمض، هو كده مثبت التركيز. هل لهما نفس قيمة البي اتش؟ طبعا لا، لان الاتش سي ال البي اتش بتاعته صغيرة عشان معدني. يبقى كده الجواب الصح يا ألف يا د، هشطب على ب وهشطب على ج. طيب كلاهما يتفاعل مع أملاح الكربونات، صح طبعا، حتى ألف ودال عاملها صح. كلاهما يتفاعل مع الإيثانول، برضو صح طبعا. ليه يا مستر؟ عشان احنا قلنا قبل كده اني لما اضيف ايثانول على حمض الاسيتيك بيدي استر وميه، ولما اضيف ايثانول على HCl بيتفاعل وببدل ال OH. يعني لو فاكرين كده يا حبايبي كنا بنقول الايثانول رمزه CH3 CH2 OH. لما اجي افعله مع HCl ده كان تفاعل خاص بال OH، بشيل دي ال OH دي بشيلها، فبيدينا CH3 CH2 و OH موجودة. متأسف، بدل ال OH عايزين نبدل بال Cl، يبقى عايزين نشيل ال OH دي خالص ونبدلها بالايه؟ بال Cl، فهيبقى عندي هنا مكانها Cl هنا كده. طيب زائد ايه؟ المفروض زائد H2O. يبقى اذا الايثانول له تفاعل مع ال HCl، وايضا الايثانول CH3CH2OH له تفاعل مع حمض الاسيتيك، تفاعل أسطرة زي ما قلنا قبل كده CH3COOH، فهيدينا استر استاتيل ايثايل وميه، يبقى هو بيتفاعل مع الاتنين. عشان كده هاخد الاجابة رقم د هي الاجابة الايه؟ الصحيحة هنا. طيب السؤال رقم 64 بيقول الاستر الموضح بالشكل المقابل ينتج من تفاعل. بص معايا على الاستر كده. اول ما نبص يا شباب نبص على المجموعة الوظيفية اللي في الاستر، المجموعة دي يا حبايبي. طيب احنا بنفصلها منين؟ زي ما احنا تعودنا كده من هنا، لما باجي افصلها بفصلها كده، بيبقى ده جزء الكحول
ايوه، كنت دايما اقول لكم عينيك على السي او وامشي بعيد عن الاو، يبقى ده جزء الحامض، وطبعا ناقصه او اتش عشان يبقى حامض، وده ناقصه اتش عشان يبقى كحول. 1 2 3 يعني ده كحول اسمه بروبانول. 1 بروبانول طبعا. يعني انا الف غلط لان هو كاتب بيوتانول، انا عايز بروبانول. 1 بروبانول يا جيم يا دال مع حمض البيوتانويك. هل دول 4؟ الشق الحامضي ده 4 ذرات كربون. ايوه، 1 2 3 4. فهناخد الإجابة جيم الإجابة الصحيحة. ما تنسوش احنا لما بنحسب الشق الحامضي بنعد من أول السي اللي شايلة الأو، وبعدها رقم 2 ورقم 3 ورقم 4، يبقى كده بيوتانويك صح. ده الغلط. يبقى السؤال 64 إجابته رقم ج. السؤال 65 بيقول المخطط الآتي يعبر عن عمليات كيميائية مختلفة. تعال نراجع المخطط. محلول سكر الجلوكوز، العملية W بقى إيثانول. اللي فاكر هيقول لي يا مستر دي عملية تخمر، لأن احنا السكر بنحوله لكحول بالتخمر. طيب إيثانول بقى حمض إيثانويك. اللي فاكر هيقول لي دي يا مستر أكسدة تامة. حمض إيثانويك مع واي ادانا إيثانوات البيوتايل، يبقى واي ده كحول بيوتيلي عشان يطلع إيثانوات البيوتايل. طب حمض إيثانويك مع زد طلع إيثانوات صوديوم، يبقى زد ده هيدروكسيد صوديوم لأن هو اللي بيتفاعل، أو فلز الصوديوم بيتفاعل مع الأحماض. فدبليو اسمها تخمر، عشان كده هشطب على ألف ما تنفعش اختزال، وهشطب على دال ما تنفعش أكسدة. تمام. وبعدين اكس اسمها أكسدة تامة، أنا شايف في ب وج عامل أكسدة. وبعدين واي اسمها قسطرة لأن أنا حاطط كحول زي ما قلنا، أنا شايف في ب عامل واي قسطرة. وزد اسمها تعادل. صح كده، يبقى الجواب الصح في السؤال 65 هو الإجابة رقم ب. نيجي للسؤال اللي بعده، السؤال 66. بيقول أي المركبات الآتية يؤكسد غاز ال H2 إلى H2O؟ يعني أنا عايز عامل مؤكسد. يبقى أنا كده عشان بس نبقى فاهمين كلمة يؤكسد غاز ده إلى ده معناها إن أنا عايز عامل مؤكسد. طيب العامل المؤكسد بيحصل له عملية إيه يا شباب؟ عايز حاجة بيحصل لها عملية إيه؟ اختزال. تمام؟ لأن العامل عكس العملية. هل ينفع ألف أختزله؟ مظبوط ينفع. احنا لو حطينا الأسيتالدهايد وحطينا عليه H2 هيتحول لكحول إيثيلي لو فاكرين. طيب هل ينفع الحامض ده؟ ينفع C2H5COOH برضو ينفع. يبقى أنا كده بفكر في ألف وبفكر في ب، الاتنين بيحصل لهم عملية اختزال. هل الكيتون بيحصل له عملية اختزال؟ ده جيم ده كيتون، المجموعة الوظيفية بتاعت الكيتون اهي. لا، الكيتون لو اختزلناه بيرجع لكحول ثانوي. تمام. هل ده بيحصل له عملية اختزال الكحول؟ لا برضو. فأنا كده بفكر في الإجابات اللي بيحصل لها عملية ايه؟ اختزال. يعني أنا قدامي يا شباب الاختيارات أ ب ج بيحصل لها عملية اختزال فعلا، بس اللي هيقدر يخليني يعني أفكر في الإجابة الصح إن تكون قدامي المعادلات. بمعنى لو جينا مثلا اخترنا الإجابة رقم أ ونفكر فيها كده مع بعض. الإجابة أ بتكلمني عن الأسيتالدهايد اللي هو الصيغة البنائية بتاعته عاملة بالشكل ده، وهحط له عملية اختزال بالهيدروجين H2. الاختزال اللي هنا يمثل إضافة. احنا كلنا عارفين ان احنا بنكسر الرابطة باي اللي موجودة هنا، الرابطة باي اللي موجودة في المركب بكسرها دي وبضيف عليها الهيدروجين، فالمركب الناتج هيبقى CH3C وبقى DOH، وبقت هنا ال H القديمة وال H الجديدة، يعني حصلت على كحول إيثيلي. سؤال بقى، هل نتج مية؟
لا، يبقى عشان كده مش هختار المركب ده، لان الهيدروجين لما عمل له اضافه هنا ضافه على الرابطه الثنائيه ما طلعش H2O، يعني الهيدروجين ما تأكسدش ال H2O، عشان كده مش هختار الإجابة ألف. طيب الإجابة التانية رقم ب بيتكلم عن C2H5COOH. C2H5COOH، هل لما أضيف عليه الهيدروجين H2 هيديني في الاختزال C2H5 ونحول مجموعة الحامض دي لمجموعة كحول أولية زي ما اتعودنا CH2OH زائد H2O؟ هل ده بيطلع معايا؟ المعلومة دي خدناها فين؟ في اختزال حمض الأسيتيك، كنا بنضيف عليه الهيدروجين كان بيدي إيثانول ومية، فعشان كده الهيدروجين هنا حصل له عملية أكسدة لما تحول من هيدروجين ل H2O. تمام؟ ومن هنا يا شباب عايزك تعرف حاجة مهمة، الحمض ده اللي هو C2H5COOH لما انا ضفت له الهيدروجين H2 في المرة الاولى اتحول لالدهايد بقى C2H5 C دبل بوند O وH وخرج ميه. ركز قوي في اللي بقولك عليه كده. المفروض يا مستر انا ما عملتش حاجة في الرابطة الثنائية، عشان كده الحمض ده يصنف على انه مشبع رغم ان فيه رابطة ثنائية. لكن لما اضيف هيدروجين على الالدهايد اللي خارج، الهيدروجين بيعمل اضافة على الرابطة الثنائية وبيكون C2H5C، تتكسر الرابطة وتبقى OH وهنا H2. عشان كده ما خرجش ميه، ما خرجش جزيء ميه في الحاله الاخيره، هو خرج في الحاله الاولى بس H2O خرج جزيء ميه. لذلك البروبانال اللي هو الالدهايد ده يصنف على انه غير مشبع. يبقى حكايه مشبع من عدمه، بص على الرابطه الثنائيه شوفها بتتكسر ولا لا. في الخطوه الاولى ما اتكسرتش، انا ضفت ال H2 كونت الدهايد وكونت ميه، كأن ال H2 سحبت ال O. يعني لو بصينا كده هنحس ان ال H2 دي خدت ال O دي بس. تمام، طلعت H2O وال H دي مكانها وكونت الالدهايد ده. عشان كده الجواب الصح في السؤال ده هيبقى الإجابة ب. طيب هنختار ب. لو مش فاهمين قولولي في الكومنتات وانا اشرحها بطريقة تانية، بس انا شايف كده ان الشرح واضح خالص. طب جيم يا مستر لو عملناها برضو هتلاقي نفسك بتكسر الرابطة الثنائية وتجيب كحول ثانوي، عشان كده مش هنختار جيم. الإجابة جيم، ويبقى السؤال 66 هو إجابته ب. 67 أي المركبات التالية يمكن اختزالها إلى الدهايد في الظروف المناسبة؟ الدهايد يبقى لازم اختار حامض، احنا قلنا ألف ده كيتون بيختزل ويبقى كحول ثانوي هيبقى 2 بيوتانون. ب كحول. جيم حامض، هختار جيم لأن الأحماض بتختزل وتعطي ألدهيدات. د الكحول، يبقى السؤال 67 إجابته جيم. 68 حمض صيغته C18H32O2. يا شباب احنا قلنا السي 18 دي عشان يبقى حمض مشبع لازم الاتشات تبقى 2 في 18 ب 36 والاوهات O2 ده لو كان مشبع. الصيغة اللي عطالي في السؤال الاتشات عددها كام؟ 32. يبقى الفرق كام؟ الفرق 4H. 4H يعني بكام مول من الهيدروجين؟ 2 مول من الهيدروجين. تمام؟ فهو بيسألني بيقول لي ما عدد مولات الهيدروجين اللازمة لتحويل 3 مول من هذا الحمض لمشبع؟ يعني أنا لسه قايل لك المول الواحد زي ما اتفقنا كده في 2 مول عشان يبقى مشبع، يبقى ال3 مول هضرب 3 في كام؟ 3 في 2 يبقى الإجابة 6، وتبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم ب في السؤال 68. نيجي للسؤال اللي بعده 69. بيقول من المخطط المقابل
اعطيني صيغة كده رمزها C2H4O2. اول ملمح كده O2 دي افهم ان انا بتكلم يا اما حمض يا اما ايه استر. لكن هو كاتب هنا اختزال تام، الاسترات لا يحدث لها اختزال، يبقى انا بتكلم عن حمض. الحمض ده في 2C، 2C يعني ايثانويك الاسيتيك، اختزال تام. يبقى ايه ده مين يا حبايبي؟ كحول ايثيلي C2H5OH، مركب ايه؟ كحول ايثيلي. لو بصينا في الاختيارات خلي بالك هو عايز عدد يتفاعل مع HCl، الكحول الايثيلي بيتفاعل. تمام، انا عايز عدد يمكن تحضيره بطريقة حيوية. يبقى انا بفكر في الاجابة ب. ليه؟ لان طريقة حيوية دي بتاعت الحمض مش الكحول، حمض الاسيتيك. طيب يذوب في الماء، هو بيدوب، انا عايز عدد. يتفاعل مع الصودا الكاوية، مظبوط، الصودا الكاوية مش بتتفاعل مع الكحولات. يبقى كده انا بفكر يا اما في الاجابة ب يا اما الاجابة د. نكمل بقى المخطط. الايثانول زائد فلز نشط اداني بي ده مين؟ شطار، ايثوكسيد الصوديوم اللي هو C2H5ONA. تمام. تعال نشوف المركب بي في حرارة اهوت، يعني هو بخره. احنا قلنا ايثوكسيد الصوديوم لو بخرناه تتبقى مادة صلبة بيضاء. لو اخترنا ب بيقول يتحلل مائيا ويعطي ايه. تمام، دي طبعا اجابة ايه؟ صحيحة. C2H5ONA لما يتحلل مائيا هيدي C2H5OH زائد NaOH، يعني هيرجع تاني ل C2H5OH. إجابة صحيحة كده. كل مما يلي يعد صحيحا ما عدا، خلي بالك أنا عايز حاجة غلط. محلول قلوي، برضو محلول قلوي إجابة إيه؟ إجابة مظبوطة. طيب نشوف المركب سي كده. ايه كحول ايثيلي عند 140 يدينا سي. طب ما هو سي ده المفروض تبقى عارف ان هو ايثير ثنائي الايه؟ الميثايل او الايثير المعتاد، وده مادة سائلة. الايثير ده مذيب عضوي احنا قايلين صح؟ تمام، يبقى اذا ده سائل. هو عامل بقى المركب العضوي سي في الاجابة ب يخضع للقانون العام CnH2n+2 و O. طب ما دي صح برضو، خلي بالك انا عايز اجابة غلط. في دال كاتب درجة غليانه -29.5، -29.5. انا لسه قايل ان هو مذيب عضوي سائل، يعني المفروض درجة غليانه مش بالسالب، الغاز هو اللي درجة غليانه بالسالب. فالاجابة دال كده هي اقرب اجابة لي فيما عدا هنا، خلي بالك من كلمة عدا دي. طيب انا بس عايز ابص على المركب العضوي بي اللي هو بيتكلم عنه، بيقول محلول قلوي، هو ايثوكسيد الصوديوم هنا هو بي. تمام، محلول قلوي فعلا، لان هو اما بيدوب في الميه بيدي ايثانول زائد صودا كاوية، فمحلول قلوي. لكن ألف غلط، المركب العضوي ايه غلط، وسي غلط، فهي ده الأقرب حاجة للصح. لأن الإجابة ب يعني كلها كده أقرب للصواب، هو عايز صحيحا عدا، فخلينا ده الأفضل كده. السؤال 69 إجابته ده. 70. المركب العضوي الذي يمكن الكشف عنه بواسطة بيكربونات الصوديوم. طالما قال كده يبقى أنا بتكلم عن حمض. يمكن الكشف عنه أيضا باختبار الأحماض، كنا بنكشف عنها بإيه يا شباب؟ بالفوران بتاع بيكربونات الصوديوم أو الكربونات، وكمان بالقسطرة. فأنا كده هختار الإجابة ج، الإجابة الصحيحة هنا. السؤال 71. تستخدم المركبات التالية في التمييز بين الإيثانول وحمض الإيثانويك عدا. إيثانول ده كحول وحمض الإيثانويك، وخلي بالك من كلمة عدا. ألف برمنجانات البوتاسيوم،
الكحولات بتتأكسد طبعا، الأحماض لأ، فألف تميز. ب الفينول فيثالين. يمكن في الباب الثاني لسه هناخد ألوان الأدلة. الفينول فيثالين في الإيثانول المتعادل هيبقى لونه عديم اللون، أما في الوسط الحامضي زي حمض الإيثانويك هيبقى لونه أحمر وردي، يبقى بيميز برضه. أنا عايز عدد. جيم محلول بيكربونات الصوديوم مع الإيثانول مش هيتفاعل، لكن مع حمض الإيثانويك فوران ويتفاعل، يبقى هيميز برضه. دال دليل عباد الشمس. دليل عباد الشمس. دليل عباد الشمس مع الإيثانول هيبقى لونه لا يتأثر، ومع حمض الإيثانويك هيبقى لونه أحمر، يبقى برضو هيميز. طيب نرجع نراجع كده. برمنجانات البوتاسيوم هيميز عشان هيأكسد الإيثانول، وحمض الإيثانويك مش هيتأكسد. الفينول فيثالين عديم اللون في الوسط المتعادل وعديم اللون في الوسط الحامضي، فهو ده مش هيميز كده، لأنه عديم اللون في الاتنين. يبقى كده الصح الإجابة في السؤال 71 هتبقى ب. 72 يمكن التمييز بين مركب 1 بروبانول و2 بروبانول عن طريق ايه؟ خلي بالك بيكلمك عن نوعين من الكحولات. كحول OH في الأول فيه، يعني ده كده أول يا شباب أهو، وكحول OH في التانية فيه، يبقى ده كده يا شباب ثانوي. تمام؟ يكلمك عن أولي وثانوي، عايز يميز ما بينهم. هل إضافة NaOH ثم التحلل المائي، هما الاتنين مش بيتفاعلوا مع NaOH، يبقى دي ما تنفعش. إضافة Na إلى كل منهما ثم الأسطرة، لو ضفنا الصوديوم للاتنين هيتفاعل، بس لما أجي أعمل أسطرة إيه اللي هيحصل؟ الأسطرة عايزة حمض وكحول، لكن أنت لو ضفت الصوديوم هيبقى ملح، فب مش بفكر فيها. جيم بيقول إضافة حمض الكروميك الساخن ثم كربونات الصوديوم. حمض الكروميك ده يعني أكسدة، ده كده بيكلمنا عن عملية إيه؟ أكسدة. أنا لما أكسد اللي فوق ده اللي هو الأولي هيدي حمض، ولما أحط عليه الكربونات هيدي غاز ثاني أكسيد كربون فوران، لكن لما أكسد اللي تحت هيدي كيتون، ولما أجي أحط عليه ثاني كربونات الصوديوم مش هيدي ثاني أكسيد الكربون. إذا دي تميز ليه يا مستر؟ لأن أكسدة الكحول الأولي تعطي حامض يعطي فوران مع كربونات الصوديوم، أما أكسدة الكحول الثانوي تعطي كيتون وهو لا يتفاعل مع كربونات الصوديوم. د إضافة برمنجانات البوتاسيوم المحمض مع اللي فوق هيتأكسد، مع اللي تحت هيتأكسد ويدي كيتون. بعد كده هضيف إلى كل منهما HCl، برضو مش هيحصل حاجة، مش هشوف حاجة بعناية كده. فجيم في السؤال 72 هي الأفضل معايا. السؤال 73 بيقول يستخدم أكثر أكاسيد الفاناديوم استقرارا، اللي هو خامس أكسيد الفاناديوم. ليه؟ لأن شحنة الفاناديوم فيه موجب 5، فهو مستقر هنا. عند أكسدة مين؟ هنختار الإجابة رقم ج. التولوين بأكسده إلى حمض البنزويك. السؤال 74 العامل الحفاز المستخدم في صناعة المغناطيسيات، برضو بيكلمنا عن خامس أكسيد الفاناديوم يا شباب. يستخدم كعامل نقط. هل مختزل؟ لأ. هل نازع للماء في تحويل الإيثانول؟ لأ. حفاز في تحويل التولوين إلى بنزويك؟ صح. 75 يمكن الحصول على حمض البنزويك من البنزين بواسطة. بصوا يا شباب، البنزين لازم الأول أحوله لتولوين الأول قبل ما أوديه الحمض البنزويك. تمام؟ فبنزين لتولوين دي عملية الكلة، وتولوين لبنزويك دي عملية أكسدة، فالإجابة ألف مظبوطة كده، الكلة ثم أكسدة. 76 يستخدم
المركب اكس في صناعة احد انواع البلاستيك الشبكي. بلاستيك يبقى بيكلمنا عن الباكلايت لانه هو قال شبكي. ما الترتيب الصحيح للعمليات المستخدمة في تحويل اكس الى مركب عضوي صيغته كده؟ يعني هو مش عايز يجيب الباكلايت، هو اداك المعلومة اللي فوق عشان تعرف ان اكس ده هو الفينول، لان الفينول او الفورمالدهايد الاتنين دول بيصنعوا الباكلايت. عايزك بقى تحول الفينول او الفورمالدهايد على ايا كان منهم مين الى مركب صيغته C7H6O2. طالما O2 يبقى انا بتكلم عن حامض، احنا حافظين الكلام ده. هل ده بقى حمض البنزويك؟ نتأكد كده. حلقة وعليها COOH، 7C صح، O2 صح، 6H صح. يعني كده عايز يحول الفينول لبنزويك. فهمت انا فكرت فيها ازاي؟ اكس ده فينول وعايز اوديه البنزويك. طب ليه يا مستر ما قلتش فورمالدهايد؟ لا، هتبقى بعيدة شوية، الفينول اقرب. طب الفينول ممكن نعمل له ايه اكس ده من فينول لبنزويك؟ تعالى كده نفكر فيها مع بعض. لو احنا قلنا مثلا الفينول حلقة وعليها OH، عايز احوله من فينول احوله ليه؟ لحمض بنزويك. افتكر كده كنا لازم نعمل لده اختزال عشان يدي بنزين الاول، يبقى دي عملية اختزال وكانت بالزد ان. وبنزين لازم اعمل له الكلة عشان يدي تولوين، وبعد التولوين اعمل له اكسدة يدي بنزويك. يبقى انا عايز اختزال الكلة اكسدة. العمليات دي عايزها اختزال الكلة اكسدة. طيب تعالى كده نراجع تاني نشوف هو عامل لي ايه. اختزال الكلى أكسدة، الإجابة ب، الإجابة الصحيحة. السؤال 77. العبارات التالية قد تصف مركب التولوين. 1. عند استبدال ذرة الهيدروجين بذرة الCl في C6H5 يكون للصيغة الجزيئية الناتجة 3 أيزومرات. طيب تعالى كده واحدة واحدة نختبر العبارة. 1، انت عايز مني ايه؟ بتقول ان العبارات دي تصف مركب التولوين. مركب التولوين ده عبارة عن حلقة وفي موجود فوقها CH3 صح؟ في اي ركن من اركان الحلقة في CH3. عايز ايه بقى؟ بتقول هتستبدل ذرة الهيدروجين بذرة كلور في C6H5. يعني انا هستبدل، هسيب دي زي ما هي وهبدل الهيدروجين بكلور. ايوه، العبارة بتقول ايه؟ بيقول يكون للصيغة الجزيئية الناتجة 3 أيزومرات. هي ايه الصيغة الجزيئية الناتجة؟ C7H، هنا 1 2 3 4 و3 7 وCl. تمام؟ هل دي لها 3 أيزومرات؟ احنا قلنا كذا مرة في الفيديوهات اللي فاتت يا حبايبي ان البنزين ثنائي الاحلال دايما له 3 أيزومرات، مرة في أورسو، مرة في بارة، مرة في ميتا. يبقى العبارة 1 صحيحة، فهشطب على الإجابة ب وج. النقطة التانية بيقول يمكن نيترته اللي هو التولوين مكونا مادة قابلة للانفجار. طبعا صح، وألف ودال كاتب صح. 3 يمكن أكسدته ويدينا حمض البنزويك. طبعا صح، يبقى الجواب الصح في السؤال 77 هو الإجابة ايه؟ رقم د. نيجي للسؤال 78. 78 بيقول الفينول أكثر حامضية من الفينول ده اللي هو حلقة عليها OH، أكثر حامضية من مين؟ أكيد من الكحولات. يبقى ج هي الإجابة الصحيحة، لأن أ حمض، ب حمض، د الحمض معدني، هي ج الإجابة اللي معايا. 79 بيقول أي المركبات الآتية أكثر حامضية؟ الكحولات لها صفة ضعيفة، الفينول أقوى شوية، الألفاتي أقوى طبعا، لكن الأروماتي أحسن وأحسن. يبقى السؤال 79 إجابته رقم د. السؤال اللي بعده السؤال رقم 80. بمعلومية الKA للأحماض التالية. أعطيني KA. افتكر كده إن دايما كنت بقول لك إن قوة الحمض
تتناسب طردي مع الكي اي بتاعته. ما الترتيب الصحيح لقوة هذه الأحماض؟ الكي اي ده اللي هو ثابت التأيل، لسه هندرسه في الباب الثالث. قوة الحمض تتناسب طردي مع الكي اي. ما الترتيب الصحيح للقوة؟ لو بصينا كده 6.5 في 10 والسالب 5، 5 و9 في 10 والسالب 2، 1 و8 في 10 والسالب 5، 1 و8 في 10 والسالب 4. مين هنا أصغر حاجة؟ طبعا انت بتفكر في الأس ده، 10 والسالب 5 ده أكيد صغير لأنه بالسالب. طيب 6.5 ولا 1 و8؟ طبعا 1 و8 هي الصغيرة، يبقى كده المفروض أقول الأسيتيك بعده البنزويك. طيب أهني إجابة بتقول كده الأسيتيك وبعده البنزويك، يا ألف يا كام؟ الأسيتيك والبنزويك الإجابة ب. الإجابة ب. يبقى كده السؤال رقم 80 مفيش غيرها الإجابة ب اللي تنفع معايا. طب نكمل بيه كده الفورميك. الفورميك اهو يا شباب 10 والسالب 2 بعد 10 والسالب 5. الفورميك اللي هو HCOH 10 والسالب 4. امال مين C2H2O4 ده الأوكساليك. يبقى فعلا كده منطقية يعني. 81 الصيغة البنائية المقابلة لأحد الأحماض التي تدخل في تركيب نكهة زيت القرفة. لو بصينا للصيغة هنلاقي فيها مجموعة كربوكسيل وفيها رابطة ثنائية وفيها حلقة بنزين. أي مما يأتي يعبر عن المواد التي يمكنها التفاعل مع هذا الحمض؟ أول حاجة مع CH3 في وجود عامل حفاز. هل هتتفاعل؟ هل الألكان يتفاعل مع الحمض أو مع الرابطة الثنائية؟ أعتقد كده أنت بتراجع درس الألكانات في ذهنك دلوقتي. الألكانات ما كانش ليها تفاعلات، فكده ألف ولا ب صح. مع CCl4 مع ماء البروم، على الرابطة الثنائية دي كانت بتتفاعل، وجيم ودال صح في الاتنين. مع CH3OH ده مين بقى؟ كحول، يبقى انا عايز قسطرة يتفاعل، يبقى الإجابة جيم هي الإجابة الصحيحة في السؤال 81. السؤال 82 المعادلات التالية صحيحة عدا. اعطيني شوية معادلات وبيقول لي كلهم صحيحين ما عدا واحدة. ألف بيفاعل حامض البنزويك مع الصودا الكاوية ادانا بنزوات صوديوم ومية، طبعا صح مفيهاش حاجة. ب بيقول الفينول مع الصودا الكاوية يدينا فيانات صوديوم ومية، برضو صح الفينول بيتفاعل مع الصودا الكاوية. ج بيقول حمض البنزويك مع كربونات الكالسيوم ادانا بنزوات كالسيوم وCO2 وH2O اللي هو كشف الحامضية، صح برضو. ده بيقول الفينول C6H5OH مع كربونات الصوديوم، لا غلط دي بقى، الفينولات لا تتفاعل مع كربونات الصوديوم. 83 يتفاعل X مع Y من مجموعة كربوكسيل X مع Y من مجموعة كربوكسيل حمض البنزويك لتكوين Z. هو دايما في التفاعل ده كنا بنشيل OH من مجموعة الكربوكسيل صح، وزد بيبقى استر، وإكس كان بيبقى كحول. يعني التركيبة بتاعت السؤال كده بتبين كده، لأن هو بيقول مع واي من مجموعة الكربوكسيل. طب تعالى كده نشوف. ألف إكس NaCl إحنا ما خدناش في خواص الأحماض خالص التفاعل مع NaCl. ب كان بيقول إكس ده صودا كاوية وCaO اللي هو جير صودي، برضو ما خدناش الحكاية دي. جيم بيقول HCl لا، الأحماض لا تتفاعل مع الأحماض. دال بقى اكس بي كربونات صوديوم، فعلا احنا خدنا كشف الحامضية ده. مع واي من الكربوكسيل ذرة هيدروجين، فعلا كشف الحامضية يخص الاتش ويعطي في النهاية بنزوات صوديوم، صح كده. الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة. السؤال 84 الجدول المقابل يوضح قيم الكي لمركبات كل من الإيثانول والفينول وحمض البنزويك. لو فاكرين قلنا تناسب طردي بين القوة وكي فلما نيجي نشوفهم كده نحط جنبهم الأسماء بتاعتهم. -5 ده أعلى أس هنا أكبر حاجة، يبقى أكيد ده الحمض اللي هو البنزويك. طيب بعد كده في -10 أكيد ده الفينول
اللي هو حامضيته قوية شوية عن الإيثانول، ويبقى رقم 2 هو مين يا حبايبي؟ الإيثانول. فهو بيقول لي إيه؟ 1 و3 يتفاعلا مع بيكربونات الصوديوم. بيكربونات دي خاصة بالأحماض بس، لا غلط، دي ما تنفعش. 1 و2 يتفاعلا مع هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم مع الفينول بس، لا غلط. 2 و3 يتفاعلا مع الصوديوم، دي صح. الإيثانول والحمض يتفاعلوا مع الصوديوم، مظبوط. 85. من الصيغة البنائية المقابلة أي مما يلي يعبر عن خواص هذا المركب؟ دي مجموعة حامضية اللي هي الكربوكسيل، وفي رابطة ثنائية هنا، والشكل اللي قدامك ده حلقة بنزين، أكيد أنت عارف شكل الحلقة. عايز حاجة تعبر عن خواص المركب. وألف، المول منه يتفاعل مع 5 مول من الهيدروجين ليصبح حمض مشبع. طيب هو في جوه الحلقة كام مول من الهيدروجين؟ 3، وبره 1، يبقى 4. يبقى ألف دي غلط، متنفعش. ب، يتفاعل مع البروم المذاب في CCl4. متهيألي دي صح، لأن البروم بيتفاعل مع الرابطة الإيه؟ الثنائية. ف85 كده الإجابة ب. ج، يتفاعل مع حمض الأسيتيك ويكون إستر. لا ده عايز كحول لأن هو فيه مجموعة كربوكسيل. د، المول يتفاعل مع 8 مول ذرة هيدروجين ليصبح كحول. خلي بالك 8 مول ذرة هيدروجين يعني 4H2، ودول اللي أنا عايزهم فعلا. بس اللي يصبح كحول دي لا، المفروض اللي يصبح حمض. 86. ما الناتج النهائي من تفاعل حامض السلسلك مع وفرة من هيدروكسيد الصوديوم؟ طيب بص، هو حامض السلسلك ده عبارة عن حلقة وفي عليها مجموعة كربوكسيل وفي عليها مع مجموعة هيدروكسيل. هو عايز يفعله مع وفرة من هيدروكسيد الصوديوم. وفرة من هيدروكسيد الصوديوم المفروض انك عارف انها يعني هتغير. نغير اللون بس لحظة. هيدروكسيد الصوديوم هتغير COOH دي هتبقى COONA، صح؟ وهتغير ال OH دي لأنها فينولية وهتبقى ONA. فأعتقد كده الإجابة يعني موجودة معاك، هي الإجابة رقم ج، الإجابة الإيه؟ الصحيحة. فإذا نخلي بالنا من الحكاية دي. وفرة معناها إن أنا هفاعل كل المجموعات اللي تقبل تتفاعل معايا، ويبقى السؤال 86 إجابته رقم ج. طيب نشوف 87. الشكل المقابل يعبر عن الصيغة البنائية لأحد المركبات العضوية. تعال نراجع الصيغة كده. أنا معايا مجموعة كربوكسيل أهي، ومعايا مجموعة الكايل أهي موجودة، ومعايا CH3 على الحلقة، الكايل كمان على الحلقة. يبقى كده أنا عايزك تعمل زي ما أنا بعمل كده، تبص على الصيغة الأول قبل ما تحل عشان تبقى فاهم أنت بتتكلم عن إيه. طيب سؤال قبل ما نقرأ أي حاجة، مجموعة الكربوكسيل هنا متصلة بالحلقة مباشر؟ لا، ده متصلة بسي، متصلة بالكايل يعني. طيب كل مما يأتي يعد صحيحا بالنسبة لهذا المركب عدا. ماشي. ألف، يتفاعل مع الMg ويعطي H2. طبعا دي صح. ليه؟ لأن في مجموعة حامضية. ب، يتفاعل مع كربونات الصوديوم ويعطي CO2. برضو صح، خلي بالك أنا عايز عدا. يتفاعل مع الهيدروجين في وجود عامل حفاز، يعني هختزله. برضو صح، لما اختزله يرجع لكحول. د، يتفاعل مع 1 بروبانول، كحول يعني، مكونا ملح. لا لا، أنا عايز أكون إستر، عشان كده هختار الإجابة د هي الإجابة المظبوطة في السؤال 87. السؤال 88. الجدول التالي يوضح الصيغ الجزيئية لأربع مركبات عضوية W X Y Z. نقرأهم كده. W
حلقة بنزين وعليها Cl. X الفينول حلقة وعليها OH. Y C7H6O2 ده حمض البنزويك. Z C6H6O2 ده الكاتيكول. يبقى نرسم صياغهم كده عشان ما تتوهش مننا. دي حلقة وعليها Cl، ودي حلقة وعليها OH، ودي حلقة وعليها كح، ودي حلقة وعليها 2 OH اللي هو الكاتيكول. ما المركبات التي تتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم في الظروف المناسبة لها؟ والله W بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم ويدي فينول كمان، وإكس بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، وواي بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، وزد بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم. فيعني أنا شايف إن الكل ممكن يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم. طيب نراجع تاني بالراحة. ما المركبات التي تتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم في الظروف المناسبة؟ ده بيتفاعل، وده بيتفاعل اكس، وواي بيتفاعل صح، وزد بيتفاعل. هل في إجابة بتقول كله بيتفاعل؟ الإجابة دال. خلاص الإجابة دال إجابة مظبوطة يعني. نيجي للسؤال 89. المخطط التالي يوضح خطوات تحويل البنزين إلى حمض ميتا برومو بنزويك. على مهلنا كده بقى، أنا عايز أحول حلقة بنزين إلى حمض ميتا برومو بنزويك. طب أدي حمض البنزويك أهو COOH. ميتا بقى اللي هي أيوه برافو عليك في رقم 3. البنزين هعمل له استنى، انا عشان اصنع مجموعة كربوكسيل فوق الحلقة اصلا كنا قلنا قبل كده لازم اجيب التولوين. تمام، يبقى رقم 1 دي الكلة، العملية 1 دي اسمها الكلة، والمركب 2 ده حلقة وعليها CH3 عشان يبقى تولوين CH3، والعملية 3 اكيد انت فهمت انها اكسدة، ورقم 4 ده حمض بنزويك حلقة وعليها كح. كده يديني اللي انا عايزه. اي مما يلي يعد صحيحا؟ تعال نشوف ألف. رقم 1 CH3ClAlCl3 يعني الكلى صح. رقم 2 C6H5Cl دي غلط كده، انا عايز رقم 2 تبقى تولوين حلقة وعلى CH3. نيجي لب. رقم 2 C6H5CH3 يعني تولوين مظبوط. ورقم 3 H2SO4 مركز نزع، لا انا عايز رقم 3 اكسده. نيجي رقم ج 3 اكسده O2 صح، و4 C6H5 كح اللي هو حمض البنزويك مظبوط صح ج. نيجي لدال 4 هو البنزويك و5 هو HCl دي غلط، او HBr دي غلط. ليه؟ لان انا 5 ده لازم يبقى BR2، عشان اوجه لميتا هعمل له هالجانة. فالسؤال 89 كده الاجابة ج. نيجي للسؤال 90. اي مما يلي يعبر عن خطوات تحويل البنزين الى حمض ميتا كلورو بنزويك؟ ما هي نفس اللي فوق بالظبط، نفس السؤال 89 بالظبط. اول خطوة كانت الكلة، والالكلة دي استبدال. تمام، يعني الاجابة يا ألف يا ب يا جيم يا دال، كلهم صح، الألكلة استبدال. طيب تاني خطوة كان اسمها أكسدة، فهو عاملها كالورة، لا ما تنفعش كالورة في ألف وب، أنا عايز الإجابة أكسدة. فالسؤال 90 كده أقرب حاجة يا جيم، لأن في الباقي كله عامل حاجات غلط، كالورة وأكسدة، يعني هي يا جيم يا ب، لأن ب عامل أكسدة، لكن هشطب على ألف ودال. طيب نشوف كده الخطوة اللي بعد كده بعد الأكسدة كانت المفروض إنها بعمل استبدال، هلجنة بالاستبدال، أشيل اتش وأدخل بي ار، فجيم أحسن من ب كده، يبقى الإجابة بي جيم.
نشوف السؤال 91. تحضير البنزين من التولوين يتضمن العمليات، على مهلنا كده بقى، البنزين من التولوين واحدة واحدة كده، تعال نفكر فيها مع بعض. التولوين ده حلقة وعليها CH3، كويس. عايز اجيب منها حلقة بنزين بس، اعمل ايه؟ الشاطر عارف ان البنزين ده اصلا بيجي بالتقطير الجاف لمين؟ لبنزوات الصوديوم، حلقة وعليها سونة. يبقى لازم انت تفكر ازاي تودي التولوين لحمض بنزويك، ودي علينا في المنهج اكسدة. لو عملنا اكسدة هيوديه للتولوين لحمض بنزوي، وبعد كده طبعا احط صودا كاوية تعادل عشان خاطر اجيب بنزوات صوديوم. يبقى انا عايز عملية اكسدة الاول، بعد كده عملية تعادل، بعد كده عملية تقطير ايه؟ تقطير جاف. طيب تعالى كده نشوف أكسدة تعادل تقطير جاف ماشية ازاي. اهي الإجابة رقم ب، الإجابة المظبوطة. يبقى السؤال 91 إجابته ب. 92 بيقول أنا عايز أعمل تحويل الهبتان لبنزين عطري يمر بأربع عمليات كيميائية متتالية. طب تعالى نفكر فيهم مع بعض كده. انت الهبتان ده صيغته C7H16 الكان طبعا. عايز يجيب منه ايه؟ عايز يجيب منه بنزين عطري، حلقة بنزين. طيب يلا نفكر مع بعض. الهبتان ده ممكن اعمل له اعادة تشكيل، اعادة تشكيل محفزة، هيديني تولوين. يبقى كده كام عملية؟ ادي اول واحدة، العملية الاولى اللي هي التولوين CH3. نمسح دي. طيب التولوين بقى اللي هو CH3 على الحلقة، اختار بس اللون. ادي CH3 على الحلقة. طيب جبنا التولوين بنزين. انت لسه محفظني لازم امر بخطوة اكسدة O2 عشان اصنع حمض بنزوي. يبقى كده كام عملية؟ تاني عملية اكسدة، وبعد كده لازم اخليها بنزوات صوديوم عشان اخليها ملح. يبقى الخطوة دي اسمها تعادل. تالت عملية الخطوة الأخيرة بقى تقطير إيه؟ تقطير جاف. أربع عمليات أهو: إعادة تشكيل، أكسدة، تعادل، تقطير جاف. تعال نشوف نختارهم. العملية واحد إعادة تشكيل، يبقى هرفض دي ودي. العملية اتنين اسمها تعادل، هو عامل تعادل كاتب إيه؟ نواتج العملية، ده بيتكلم عن النواتج. نواتج العملية اتنين، حد فاكر العملية اتنين كانت إيه؟ نرجع تاني كده. العملية اتنين اهيت كانت أكسدة. الأكسدة دي كانت بتطلع حمض ومية، يبقى هتطلع حمض وحاد القاعدية وماء. يبقى الإجابة جيم الصح، لأنه في دال كاتبها ثنائي الإيه؟ القاعدية. طيب نيجي للسؤال 93. من المخطط المقابل بيقول لي معايا مركب عضوي زائد مركب عضوي بي، نقراه من الشمال كده. ناتج أكسدة مركب صيغته C7H8. C7H8 ده التولوين، ناتج الأكسدة يعني بيتكلم عن حمض البنزوي. تمام. مع ROH يعني بيفعلها مع كحول، يبقى ب ده استر. تمام. القسطرة يبقى ايه؟ ده مادة نازعة H2SO4 نازعة للمية ومنع للتفاعل العكسي، أو HCl جاف. تمام. طب هل يصلح H2SO4؟ قلنا طالما في حلقة بنزين لا يصلح، فهرفض دي واختار HCl. يبقى هرفض دي ودي وخليني افكر في HCl. بي ده استر، استر ومية، يبقى المركب الغير عضوي ده مية، بي اسمه استر، فالإجابة جيم إجابة صحيحة. نيجي للسؤال رقم 94. 94 بيقول ايه؟ من المخطط التالي، عامل لي مخطط اهو،
من نقراه منين؟ فين بدايته؟ بص كده هتلمح ده، هتلاقي الأسهم طالعة منه. أنبوبة نيكل يبقى ده حلقة بنزين. تمام. الكلى يبقى ده تولوين. تمام. أكسدة يبقى ده بنزوت. كويس أوي. نيجي للشمال، هيدرة يبقى ده أسيتالدهايد CH3CHO. اختزال يبقى ده كحول يسيلي CH3CH2OH. ما ناتج تفاعل E و C، كحول يسيلي مع حمض بنزويك يبقى اسمه بنزوات إيسايل. فاللي هيطلع استر أروماتي وماء. الإجابة د في السؤال 94. السؤال 95، يمكن التمييز بين حمض الكربوليك ده اللي هو حلقة وعليها OH الفينول، وحمض البنزويك باستخدام ايه؟ يعني حلقة وعليها مجموعة كربوكسيل. احنا اتفقنا الأحماض بتتفاعل مع الكربونات لكن الفينولات لأ. يبقى أنا هميز بالإجابة ب كربونات الصوديوم. ألف ما تنفعش لأنها تتفاعل مع الاتنين. جيم ما تنفعش لأنها مش بتتفاعل مع الاتنين. دال ما تنفعش لأنها تتفاعل مع الاتنين. فالإجابة ب هي الإجابة الصحيحة. السؤال 96، لدغات النمل. النمل ده شباب كان بيفرز حمض مين فاكر؟ أول مرة حضر من تقطير النمل حمض مين؟ الفورميك. تتسبب في حقن الجسم بحمض الفورميك. الإجابة ألف الصحيحة. 97، كل مما يلي يصف المركب النقي الذي يتجمد عند 16. فاكر حمض الخليج الثلجي؟ يبقى بيتكلمني عن حمض الأسيتيك كده طالما يتجمد عند 16 دي. ما عدا ألف يستخدم في الحرير، طبعا هو بيستخدم. ب ناتج الاختزال التام له كحول ثانوي، هي دي لأن هو بيطلع كحول أولي، كحول ليسيلي أولي، هو كاتبها ثانوي. ج يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، طبعا بيتفاعل. يمثل الفرد الثاني في السلسلة لأن الفرد الأول هو الفورميك. يبقى 97 الإجابة بتاعتها ب. 98، حمض البنزويك من الأحماض الأروماتية ودرجة انصهاره 122 ودرجة غليانه 249. أي مما يأتي يعبر عن أحد الخواص الفيزيائية للبنزويك؟ هو مش سائل طالما انصهاره 122 يبقى مش سائل، ده صلب. تمام. يبقى صلب يذوب بصعوبة في الماء، دي صح لأنه أروماتي، لكن مش صلب طبعا. يبقى أنا هرفض سائل. هو صلب يذوب في الماء بصعوبة لأنه أروماتي. لو فاكر كنا بنقول هنحوله لملح صوديومي أو بوتاسيومي عشان يدوب في الإيه؟ في المية. 99، ما الترتيب بتاع العمليات التي تتم على هيدروكربون مشبع ترتبط ذراته ب 22 رابطة سيجما في الجزيء لتحضير ملح يمنع نمو الفطريات على أغذية؟ طب اللي بيمنع نمو الفطريات ده بنزوات صوديوم. تمام. وده ملح. عايز بقى يحول هيدروكربون مشبع الكان يعني ترتبط ذراته ب 22 رابطة سيجما. 22 رابطة سيجما في الجزيء. طيب افتكر معايا كده قانون حساب عدد الروابط سيجما في الجزيء كان 3N زائد 1 هتساوي 22. يعني 3N بتساوي 21. عدينا الواحد بالسالب يبقى الN ب7. تمام. يعني أنا بكلمك عن الهبتان، ده الهيدروكربون المشبع. طب مش الهبتان ده بنعمله إعادة تشكيل يدي تولوين؟ يبقى العملية الأولى اسمها إعادة تشكيل، والتولوين بعمل له أكسدة يدي بنزويك، يبقى العملية التانية اسمها بنزويك. وبعدين تعادل عشان يدي بنزوات صوديوم. تعادل صح. يبقى أنا عايز إيه تاني؟ إعادة تشكيل، أكسدة، تعادل، دي العمليات اللي أنا عايز. إعادة تشكيل محفز، أكسدة، تعادل. الإجابة ب هي الإجابة الصحيحة في السؤال 99. الدرس طبعا طويل، أنا يعني بقية الأسئلة هعملها في فيديو جديد برضو مع الامتحان اللي على الدرس. أتمنى أكون أفدتكم. ما تنسوش أي حاجة في الأسئلة اللي شرحناها مش واضحة ابعتولي وأنا معاكم. مستر إسلام كامل.
ما تنسوش بقى اللايك والشير، دعمكم مهم جدا للقناة. السلام عليكم ورحمة الله.